Kita lanjutkan masih si Rizka ya, ini satu orang dulu untuk sebuah besar ini. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إن الله بما تعملون بصير. Tadi sampai obasannya tuh diulang, disambung lagi. Min baqaliha wa tadi sampai dengan wa adasiha wa basaliha. Kemudian lanjutkan dulu, lanjutkan. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Itu ya. Ihbitu مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Selanjutnya فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويشترون به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا
الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Selanjutnya, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. ألم تعلم أن الله ألم تعلم أنه Alam ta'lam anna Allah lahu mulk. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكفرون. Ya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum. ألم تعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Wa aqimus shalah. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من بعد وما تقدموا لأنفسكم من بعد إيمان وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما
kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat asar dengan golongan, masih dengan golongan satu juz. Dan kalau nanti masih ada waktu juga, nanti mungkin kita lanjutkan dengan golongan hifdzul Quran golongan selanjutnya, mungkin 5 juz ya. Baik, terima kasih. Kita bersiap-siap untuk sholat asar.